السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. معاكم ميرفت فوزي، ووصفتنا النهارده عباره عن عصير البرتقال المركز لرمضان ان شاء الله، وهيبقى برضو كبديل لقمر الدين، سواء بقى في المهلبيه او في العصير. كل اللي هتحتاجيه معاكي النهارده 5 كيلو من البرتقال البلدي بتاع العصير، وكيلو من السكر، سكر تموين، سكر شركات المتاح عندك، وليمونتين. كل اللي احنا هنحتاجه. تمام كده؟ هنبدأ وصفتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ نعصر البرتقال بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا الكمية دي 5 كيلو من عصير البرتقال. تمام، هحطه على النار. هنزل على عصير 5 كيلو من البرتقال البلدي بكيلو من السكر. انا هعمل عصير مركز، خلاص هو هيبقى متحلي، مش هحط فيه سكر بعد كده وانا بعمله. هستمر في التقليب لغاية السكر ما يدوب خالص. لغاية اول ما يبدأ يغلي هقول لكم هنعمل ايه. بيطلع على الوش كده زي ريم ابيض، الريم ده بشيله. كل ما هيظهر الريم ده هشيله من على وش العصير. كمية الريم اللي طلعت مش كبيرة، كمية بسيطة اهي، وبدأ يدخل في الغليان. اول ما بدأ يغلي كده اهوت هنزل بعصير ليمونتين، وهستمر في التقليب شوية. بعد كده بقى ههدي النار واغطي الحلة وهسيبه يغلي نص ساعة كده متواصلة. انا بحصل على عصير برتقال مركز، اللي هو بمعنى ايه؟ ان انا هاخد منه كوبايتين من العصير، هعمل منه 7 كوبايات مثلا. بدأ يدخل في الغليان تاني اهو. هديت النار وهغطي الحلة وهسيبه نص ساعة يغلي. كده عدى نص ساعة بالظبط. هطفي النار وهسيبه لغاية ما يبرد خالص، وابدأ بقى اعبيه في ازايز او في اكياس زي ما انت عايزة، بس لازم اسيبه يبرد خالص. وده شكل عصير البرتقال بتاعنا المركز بعد ما سبته برد خالص. هتحطيه بقى في ازايز او هتحطيه في اكياس بلاستيك في التلاجة. انا هحط جزء منه كده في ازايز، والباقي هحطه في اكياس تلاجة لما بتيجي بقى تعمليه ان شاء الله بقى في رمضان عشان تعملي منه العصير على الفطار، هتحطي على كل كوبايه من العصير المركز ده كوبايتين من الميه. على كل كوبايه عصير مركز كوبايتين من الميه، مش هنحط سكر تاني خلاص عشان هو متحلي كويس جدا. بالشكل الجميل ده كده الازازتين دول فيهم عصير مركز، اللي انا هاخد منهم كوبايه منه على كوبايتين من الميه. تمام، دول بقى العصير بعد ما حطيت العصير المركز وحطيت عليه الميه. تمام، يعني ده كده العصير جاهز على الشرب. انا خدت العصير المركز وزودت عليه الميه وبحطش عليه سكر، خلاص هو متحلي كويس جدا. وصفتنا النهارده خلصت، وعملنا عصير البرتقال المركز لرمضان ان شاء الله، او لاي وقت يكون عندك ضيوف وما عندكيش حاجه ولا كده، هتطلعي منه على طول وتحطي على كل كوبايه كوبايتين من الميه المتلجه. هتبقى جميله جدا وحاجه طبيعيه ما حطيناش عليه اي اضافات. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبألف هنا يا رب للي يجرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.